لو حابب تتفرج على ملخص اول 3 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. حنان بقى كل شوية كده تفتكي اللي كان بيحصل لها بعد ما جوزها مات وايه اللي وصلها لكده وخلاها تطفش وتسيء مايكب جوزها. اولا هي ما كانتش تعرف يعني ايه وصاية اصلا. هي فاكرة انها عشان ام عيالها فتتصيف في كل حاجة تخص عيالها، بس اكتشفت عكس كده تماما لما في يوم راحت البنك تفك شهادة باسم ابنها ياسين عشان تعرف تصرف على عيالها. فلقت موظف البنك بيقول لها لازم الجد اللي هو الواصي هو اللي يجي يفك الشهادة بنفسه. اكتشفت بقى انها ملهاش اي حق ولا تقدر تتصرف في اي حاجة تخص عيالها. فراحت لحماها تقول له انا مش عايزة اتعبك معايا، اتنازل لي عن الوصاية عشان ما تتعبش انت نفسك بمشاكل العيال. بس هو قال لها لا، انا مش هتنازل عن وصاية عيال ابني دول في امانتي لحد ما اموت. قالت له طيب يعني احنا مش عايشين يا عمي والله. قال لها ما هو ده لمصلحتك انت والعيال، ما ينفعش الفلوس اللي عادل جمعها طول حياته نفيتكها في يومين، لازم نخلي حاجة للزمن. قالت له بس انا مش بطلب حاجة زيادة، ده انا بطلب منك شوية فلوس عشان ادي ياسين دايس عربي مش مصاريف ملهاش لازمة. قال لها ديوس ايه؟ من امتى واحنا بناخد ديوس؟ اقعدي انت وزكيله. قلتلك يا بنتي مش هينفع نفايتك الفلوس على الفاضي. قالت له طيب بلاش الديوس، الواد نفسه يروح النادي وابوه كان معوده انه يلعب كوره في النادي ودي اكتر حاجه بتسعده، وانت ما بقيتش تدفع اشتراك النادي. قال لها نادي ايه ونيلت ايه؟ من امتى بندفع فلوس عشان نلعب كوره؟ ما طول عمري العيال بيلعبوا في الشارع. قالت له طب يا عمي وايجار الشقه انت ما بقيتش بتدفعه، هنعيش فين انا وعيالي؟ قال لها انا بيتي مفتوح، تعالي اقعدي انت وعيالك براحتك مش مصاريف بالفاضي هي. قالت له بس انا كده مش هبقى براحتي. بس هو ولا حياة لمن تنادي وفاكر انه بكده بيعمل الصح، وهي من غلبها ما بقتش عارفة تعمل ايه. واللي زاد الطين بلة بقى صالح اخو جوزها استولى على المركب وما بقاش يديها حتى نص الفلوس اللي كان عادل بيديها لها، بيديها يجي ربع الايراد اللي كان بيجيبه عادل. وكمان مشى الاسطى طحان وده كان صياد قد الدنيا وشغال مع عادل جوزها من 20 سنة وراجل امين. بس صالح اتهمه بالسرقة ومشاه عشان يعرف يسرق هو براحته. ولما حنان قالت له طيب هات حد تاني يشتغل على المركب وهيطلع منها فلوس احسن من دي بكتير. قال لها انت بتخونيني يا حنان، محدش هيشتغل على مركب اخويا غيري. قالت له طيب خلاص اطلع انا معاك على المركب. قال لها برضه بتخونيني تاني؟ مفيش منه الكلام ده. وهي غلبانه مش عارفه تاخد حق ولا باطل لا من صالح ولا من ابوه، لحد اما طهقت وعملت اللي عملته ولمت هدومها هي وعيالها وهجت من وشهم وساقت المركب. وادي ربنا كرمها وقدرت تلاقي مكان تسكن فيه وكمان عرفت تشغل المركب واصطادت صيدة حلوة كمان. وبعد ما يرجعوا من البحر عم ربيع قال لها انه ماشي ومش هيشتغل معاها تاني عشان الكلام اللي هي قالته له وهما في البحر. بس حنان قعدت تتحايل عليه وقالت له انا محتاجه لك جنبي يا عم ربيع، ما تسيبنيش، ده انا كمان معتمده عليك في بيع السمك. وعم ربيع ما يديش يسيبها وكمل معاها. ولما جم يبيعوا الجمبري عم ربيع وداها للوسطى السيد وده اكبر تاجر في السوق، بس ده راجل ضلالي، المفروض الطاولة بتتباع ب2000 او 2000 وشوية كمان، وهو عايز يشتري منها الطاولة على 1500 او بالكتير اوي 1600. بس هي ما وافقتش على كده ولفت على كل التجار محدش فيهم اداها سعر اعلى من السيد. وعم ربيع قال لها محدش هيشتري منك غير السيد، وصعب عليها مجهودها ده كله يضيع على الفاضي. وقالت لعم ربيع احنا هنبيت السمك في التلج لحد بكره وانت تبات جنبه في المركب. وعم ربيع وافق. وهي بقى رجعت لعيالها وقعدوا مع بعض وكانوا مبسوطين. واحلى حاجه في حنان انها برغم كل اللي هي فيه ده لا عمرها اتعصبت على عيالها ولا زعقت لهم ولا حسستهم باللي هي فيه ده. اختها سناء حضرت شنطتها بقى وكانت رايحه تقعد معاها يومين ويمكن تعرف تشوف لها حل في موضوع مدرسه ابنها ياسين. وحنان قالت لها اتأكدي اوعي يكون صالح بيراقبك. وسناء قالت لها ما تخافيش، ويكبت القاطي وكانت خلاص هتنزل دمياط. بس حنان كلمتها تاني وقالت لها بالله عليك يا سناء اتأكدي ان صالح مش بيراقبك. وقامت سناء عشان تتأكد ولقيت فعلا ان صالح بيراقبها. فحنان قالت لها ما تنزليش دمياط، انزلي المحطة اللي بعديها. ونزلت فعلا سناء المحطة اللي بعديها اللي هي بورسعيد وهي عارفة ان صالح لسه ماشي وراها. فراحت تسأل واحد من اللي شغالين في المحطة فين مكان المينا عشان عارفة ان صالح هيسأل الراجل ده هي كانت بتقول له ايه. ولما عرف انها بتسأل على المينا قام طلع هو كمان على المينا وقعد يدور على المركب بس طبعا ما لقاش حاجة. وبعد كده راحت سناء بقى لاختها
وكانت حنان والعيال مبسوطين جدا انهم شافوا خالتهم، وكانوا قاعدين مع بعض في البيت. لقوا الاستاذ زكريا بيخبط عليهم وبيقول لهم انا مش هقدر اخليكي قاعده في البيت كده من غير بطاقه، انا ما بحبش المشاكل. فسناء اختها قالت له اكتب العقد ببطاقتي انا. قال لها واعرف منين انها اختك؟ فحلفت له وقالت له والله اختها، هكدب عليك ليه؟ قال لها يا ست الكل انا ماليش في المشاكل، ارجوكوا تلموا هدومكوا وتمشوا دلوقتي. قالوا له دلوقتي في نصاص الليالي؟ قال لهم مش مشكلتي. وفعلا لموا هدومهم ونزلوا من البيت وما بقوش عارفين يعملوا ايه. فسناء قالت لها تعالي نبات في المركب، وفعلا يروحوا وباتوا في المركب. والواد ياسين مسك تليفون خالته وقعد يشغل اغاني، وامه عشان ما تحسسوش باي حاجه قعدت ترقص معاه. اهو حتى تخرج نفسها من الهم والقرف اللي هي عايشه فيه ده، وتنسى المصايب اللي وراها للحظه حتى. وتاني يوم بقى جالها فكره انها هتحط الطوالي بتاعت الجمبري كده وتبيعها هي وعم ربيع. وفعلا بدات تبيع، وعلى 1900 جنيه كمان، وكانت مبسوطه قوي. وعم ربيع قال لها ربنا يستر والسيد مش هيسيبنا في حالنا. وفعلا السيد جه وبعلو حسه بقى يقول ان الجمبري ده جمبري مزارع. فالناس قامت مرجعه الجمبري وخدوا فلوسهم، ومهما حنان حاولت تقول انه جمبري بحر محدش صدقها، وكلهم صدقوا السيد. وحنان ما بقتش عارفه تعمل ايه، وراحت بعد كده مع سناء اختها عشان يشوفوا موضوع مدياسه الواد ياسين. بس لقوا الموظفه بتقول لهم لا والله لا الام ولا الخاله يقدروا يتصرفوا في حاجه زي كده، لازم الواصي اللي هو الجد هو اللي يجي ينقله من المدياسه. فحنان قعدت تزعق وتقول لهم يعني ايه يعني الكلام ده؟ يعني الام دي ملهاش لازمه خالص. بس الموظفه قالت لها وانا مالي يا ستي، هو القانون كده. وحنان ما بقتش عارفه تلاقيها منين ولا منين، والدنيا كلها مصايب. ورجعت المركب تاني عشان تبيع السمك. وسناء اختها راحت للاستاذ زكريا ده عشان تهزقه وتديله كلمتين في عظمه وتقول له انه راجل ما عندوش رحمه وانه اصلا مش راجل، وقعدت تهزقه كده شويه. بس هو حس على دمه وضميره أنبه وقال لها انا اسف يا ستي، ما كانش المفروض اعمل كده، والبيت تحت امركم في اي وقت ترجعوا. وقام خدها ويرجعهم البيت فعلا. وحنان بقت قاعده كده جنب الجمبري مش عارفه تعمل ايه. فعم ربيع قال لها طيب اروح انا اكلم السيد عشان يشتري الجمبري ونخلص قبل الجمبري ما يبوظ، الجمبري ملوش روح. وحنان ما كانش عندها اختيار تاني ووافقت. بس السيد قعد يتريق عليها وقال لها ما بشتريش جمبري مزارع، ولو اشتريته هشتريه على 1000 جنيه. فهي بقى بالعند فيه قامت قعدت تنده على الجمبري بتاعها انه جمبري مزارع، وباعته للناس على 1200 جنيه ولا انها تبيعه للي اسمه السيد ده. وبعد كده سناء بقى كانت لازم تروح لجوزها، وقامت ودعت حنان والعيال وقالت لحنان خلي بالك من نفسك. حنان بقى قامت اشتريت ميتبه جديده لياسين عشان ينام براحته عليها، وكمان اشتريت له التلفزيون اللي كان نفسه فيه عشان يتفرج على الماتشات براحته، المهم يبقى مبسوط. وكمان قامت منزله شويه جمبري لاستاذ زكريا وشكرته انه يرجعهم البيت تاني. سناء بقى لما وصلت اسكندريه جوزها ابراهيم كان في استقبالها، بس مش هو لوحده، ده صالح والصبي بتاعه اللي اسمه مجاهد كانوا في انتظارها هما كمان. ولسه بيتكلموا لقوا البوليس طب عليهم وقبض على سناء. واتاري صالح اتفق مع الواد مجاهد ده انه يروح القسم يقول انه شاف سناء هي اللي ساقت المركب، وبكده تبقى التهمه لبستها. وابراهيم راح يتكلم مع عم عطيه اللي هو ابو صالح ويقول له سناء ملهاش دعوه بحاجه زي كده. بس عم عطيه ده ولا بيهش ولا بينش، وابراهيم كان خايف على مراته. فصالح قال له انا مش عايز حاجه من مراتك، انا كل اللي انا عايزه حنان تيجي واخد منها المركب وخلاص، وساعتها مراتك تطلع. واتفق معاه انه هيتصل بحنان يخليها تيجي، وساعتها كل حي يروح لحاله. وفعلا عمل كده. وحنان اول ما عرفت ان اختها اتقبض عليها قامت كلمت عم ربيع يجي يقعد مع العيال، ونزلت هي اسكندريه. وكان صالح مستنيها في بيت ابراهيم، وابراهيم قال لها اطلعي عقبال ما البس الجزمه. فحنان شكت، وقبل ما ابراهيم ما يفتح الباب هي استخبت، ولما اتاكدت ان صالح موجود حاولت تهرب، وقدرت فعلا انها تهرب، وما بقتش عارفه تعمل ايه. وما لقيتش حد تلجأ له الا عم طحان اللي كان شغال مع جوزها زمان. وعم طحان ساعدها فعلا، وقاموا جابوا الواد مجاهد ده وحطوه في شبكه الصيد، وقعدوا ينزلوه في الميه ويعذبوه عشان يخلوه يروح بكره النيابه يقول ان سناء ما عملتش حاجه. وكمان حنان ادت له فلوس وقالت له اهيه فلوس كمان عشان صالح ما يعملكش حاجه. بس حنان كانت قاعده على نار وما كانتش قاديه تستحمل، خصوصا انهم قعدوا ينوا على الواد مجاهد ده وما كانش بيرد. فحنان قررت انها تروح تسلم هي نفسها، واتصلت بعم ربيع وقالت له لو ما رجعتش بالليل يبقى ودي العيال عند اختي سناء، وبعتت له عنوان اختها. وراحت فعلا عشان تسلم نفسها، بس ما رضيوش يدخلوها على وكيل النيابه عشان التحقيق كان شغال. ولما وكيل النيابه سأل مجاهد وقال له سناء هي اللي ساقت المركب،
قال له لا يا باشا، دي واحده شبهها، انما الست سناء ما سيقتش المركب. وبكده طلعت سناء براءه. واول ما طلعت حنان حضنتها وفهمت منها الحكايه. وصالح كان عايز يلحق حنان قبل ما تهرب، بس هي طلعت اشطر منه وهربت ورجعت لعيالها. وبتخلص على كده الحلقه السادسه. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابعني كومنت عشان اكمل. ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.